بيقولك لو انت خمرت البيضه في حاجه 24 ساعه طعمها هيبقى مختلف. ومن الحاجات اللي عملوها اللبن والبيبسي والشاي والليمون والقهوه والملح والسكر، وكل الحاجات دي هنجربها مع بعض في الفيديو ده ونشوف هل البيضه فعلا طعمها بيختلف ولا ده كلام وخلاص. وانا هنا بجرب الحاجات اللي الناس بتقول عليها واشوف حقيقه ولا لا. يلا بينا. عندي فضول اعرف لو حطينا بيضه في الفريزر وسيبناها 24 ساعه وبعدين سلقناها، البيضه هتطلع طبيعيه ولا هيحصل فيه اختلاف من جوه؟ فهحط البيضه في الفريزر ونشوف مع بعض النتيجه. اول حاجه هنخمر البيض في لبن. نحط البيضه كده وبعدين نحط عليها لبن. متحمس جدا. بعد 24 ساعة هنشوف شكلها وبعدين نسلقها علشان نشوف طعمها عامل ازاي. يلا اللي بعده. بيقول لك لو حطيت بيضة في بيبسي لمدة 24 ساعة وبعدين سلقتها هيطلع طعمها بيبسي. الكلام ده حقيقي؟ يلا نشوف. انا اصلا ما بشربش البيبسي عشان ما حدش يتكلم عن الموضوع ده، انا جايب بس عشان التجربة. ونحط البيضة في الكوباية بس عشان ما تتكسرش. بعدين هنسيبها 24 ساعة وبعدين نشوف شكلها علشان هنسلقها ونشوف هتبقى عاملة ازاي. دلوقتي هنخمر البيضة في شاي. طبعا يا جماعة حاجات غريبة اصلا. بعد كده نفضي عليها الشاي. بسم الله. هنرجع لها بعد 24 ساعة. بعد كده هنخمر البيضة في مية بسكر. دول 3 معالق سكر هنفضي عليهم مية وبعدين نقلب السكر ونسيبها 24 ساعة. نفضي المية بليمون وبعدين نحط البيضة. انا هنا عصرت ليمونتين على المية وقطعت القشر وحطيته على الكوباية علشان نخمرها بالطريقة دي. فنسيبها 24 ساعة وبعد كده نرجع لها. دول معلقتين ملح صغيرين. بعد كده هنحط المية وندوب الملح في المية. وصراحة انا خايف من البيضة دي بالذات، ربنا يستر بقى. نسيبها 24 ساعة وبعدين نرجع لها. الافكار دي هتجيب لنا تسمم ان شاء الله، ربنا يستر. دي قهوة معمولة بدون سكر. سبتها بردت شوية علشان ما تسلقش البيضة في المية السخنة. ونسيبها لمدة 24 ساعة وبعدين نرجع نشوف شكلها عامل ازاي. ودلوقتي عدى 24 ساعة وتعالوا نشوف البيض بقى شكله عامل ازاي. مبدئيا كده اللبن تحسوا انه هو راب. يعني بص عشان ايه، نحاول نطلع البيضة. شكل البيضة بقى تحس ان فيها نقط بيضة. دي البيضة باللبن بعد ما اتسلقت، فهنقشرها ونشوف طعمها عامل ازاي. مبدئيا البيضة اتقشرت بسهولة. يعني البيضة شكلها يعني متغير سنة، الصفار بتاعها واخد لون غريب. بسم الله. طعم البيض باللبن يعني متغير شوية، في سنة لسعة كده بتطلع في الطعم. تحس ان عليه كريمة بس خفيف قوي. يعني ايه؟ يعني حاجة يعني انت هتبقى شاكك هي زهرة ولا مش زهرة. فالبيض باللبن التغيير فيه بسيط، فما يستاهلش ان انت تحط البيضة 24 ساعة عشان تستناها عشان تديك الحته البسيطه دي. دي البيضه اللي محطوطه في بيبسي. فتعالوا نشوف شكل البيضه بقى عامل ازاي. البيبسي بقى ريحته غريب. طيب شكل البيضه خدت لون اسود شويه، اسود خفيف. ده شكل البيضه خدت لون اسود خفيف. دي البيضه بعد ما اتسلقت. فتعالوا نقشرها ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. مبدئيا شكل البيضه ما اتغيرش قوي، هو في نسبه غمقان. مبدئيا طعم البيضه لسه محافظ على طعم البيضه. الطعم بتاع البيبسي موجود بس ايه يعني تاثيره خفيف. هل الموضوع يستاهل ان انت تحطها 24 ساعه في بيبسي او اي حاجه شبهها لمده 24 ساعه علشان تاخد الطعم ده؟ من وجهه نظري لا طبعا، في اختلاف في الطعم لكن بسيط. ودي البيضه اللي محطوطه في شاي. فتعالوا نشوف شكلها بقى عامل ازاي. ريحه الشاي لسه موجوده زي ما هي. البيضه هنا واخده لون يعني عارف انت اللي واخد تان. بعد ما نشفنا البيضه برضو واخده لون اسود وداكن قوي في بعض الاماكن. دي البيضه بالشاي بعد ما اتسلقت. هل طعمها هيكون مختلف؟ تعال نقشر ونشوف. فتحت. طيب بالنسبه لي شكل البيضه واخد لون شويه مختلف عن البيض اللي قبل كده. طعم الشاي ظاهر في البيضه، ما اعرفش ازاي. يعني حاسس ان انا باكل بيضه مع ايه، مع ريحه شاي، مع طعم شاي. فالشاي هنا مأثر شويه ودي حاجه غريبه. الشاي هنا غطى على طعم البيضه الاصلي وطعم الشاي واضح برضو بس مش للدرجه اللي تخليك تحس ان انت بتشرب شاي. بس فعلا طعم البيضه هنا مختلف اكتر. ودي البيضه اللي محطوطه في سكر. البيضه يعني ايه شكلها ما اتغيرش كتير. شكلها ايه، تحس ان لونها ثابت. ريحه البيضه نفسها مش موجوده. هل طعمها فعلا ممكن يتغير؟ فهنشوف. مبدئيا البيضه اتكسرت وهي بتتسلق، فالبيضه ما تستحملتش النار. طبعا البيضه فضيت من جوه بسبب ان هي اتكسرت ففرغت بياض كتير. فاحنا بقى هندوق ونشوف ايه، هل البيضه مسكره زي ما بيقولوا ولا كل ده كلام. واقسمها كده
طعمها غريب، طعم البيضه راح هنا بقى، لا في طعم صفار ولا طعم بياض. البيض بالسكر شايل طعم البيض، يعني عارف انت، انا مش حاسس بطعم البيضه خالص، فلا الموضوع هنا غريب. بالنسبه للسكر بالبيض بالنسبه لي تجربه، انا مش عارف الناس بتخترع حاجات غريبه ليه كده، ما ناكل الاكل طبيعي، لا اله الا الله. عدى 24 ساعه، فتعالوا نشوف شكل البيضه بالليمون عامل ازاي. التغييرات اللي هنا يا جماعه جذريه، البيضه واخده طبقه كامله من القشر، وطبعا ريحه البيضه كلها ليمون، ده طبيعي يعني. دي البيضه بالليمون بعد ما اتسلقت، طبعا شكل البيضه كله ابيض من بره، وطبعا اتكسرت وهي بتتسلق، برضو القشره بتاعتها ما استحملتش، يعني معنى كده ان الليمون بيأثر على القشره جامد، ولو سبته فتره اطول طبعا هيشيل القشره خالص. القشره هنا طريه جدا. طيب يا جماعه، هي مبدئيا البيضه بقت تعتبر مش موجوده يعني. ليه؟ لانها لما اتكسرت اتفضت وهي بتتسلق، لانها بتتسلق في ميه. المفروض ان انا اسلقه بالبخار علشان ما ياثرش على القشره، ما تتاثرش، بس ما عنديش الطريقه دي، ما عنديش الجهاز، فاضطريت ان انا اسلق البيض بالطريقه العاديه. يعني 3/4 البيضه راحت، لان قوام البيضه اتغير خالص، يعني حتى البياض نفسه وشكل البيضه ما يشجعش على الاكل اصلا. بس انا هدوق منها حته كده علشان خاطر برضو نقرر يعني. بسم الله. طعمها وحش جدا. بص، هو فكره ان البيضه اتفتحت فاكيد ده هياثر على طعمها وهي بتتسلق، لكن البيضه فيها سنه ليمون برضو، وكمان لغى طعم البيضه، يعني برضو الزفاره بتاعت البيضه نفسها راحت، طعم البيضه اللي انت عارفه مش موجود في البيضه اللي بالليمون، ويغير قوام البيضه، فبرضو مش حاجه لذيذه. دي البيضه بالملح بعد ما عدى عليها 24 ساعه، البيضه يعتبر زي ما هي، بس هل بقى زي ما هي من جوه؟ يلا بينا. دي البيضه بالملح بعد ما اتسلقت، فهنقشرها ونشوف طعمها اتغير ولا لا. هو شكل البيضه ما فيهوش تغيير كبير، يعني حاجه يعني ما تحسش بيها في التغيير. عايز اقول لك ان دي اكتر بيضه طبيعيه، يعني في اللي احنا بقى كلناهم كلهم دي اكتر بيضه طبيعيه، وفعلا البيضه هنا محافظه على البيضه، يعني ما حصلش تغيير، بيضه طبيعيه ما فيهاش اي حاجه خالص، ما فيهاش اي تغيير، وتاكلها عادي ولا فيها اي مشكله خالص. فالحمد لله اخيرا لقينا بيضه طبيعيه. دي البيضه بالقهوه بعد ما عدى عليها 24 ساعه، يا على شكل البيضه وثمرها. البيضه خدت تان برضو قريب شويه من الشاي، يعني خدت ثمار في حتت معينه. دي البيضه بالقهوه بعد ما اتسلقت، فتعالوا نقشرها ونشوف طعمها عامل ازاي. والله يا جماعه انا جات لي فكره ان انا افتح البيضه وادخل فيها الحاجه نفسها، وبعد كده اسلقها على طول من غير ما احنا نسيبها 24 ساعه في الحاجه، لا هفتحها بطريقه معينه ونروح حاطين الحاجه ونسلقها بالبخار. اعتقد ان ده ممكن يخلي البيضه تطلع بطعم مختلف وشكل مختلف خالص. فلو عايزين الفيديو ده اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمله. يعني تخيل بيضه بالقهوه، بيضه بالشاي، بيضه بالمانجا، دي ممكن تطلع فكره مشروع والله. وضع البيضه بالقهوه تحسها فعلا مصفره شويه. يلا يا باشا بسم الله. فيها قهوه والله، فيها طعم القهوه، سبحان الله فيها طعم القهوه، بس شكلها ما اتغيرش قوي، يعني التغيير بسيط جدا، حتى الصفار طعمه متغير. طعم البيضه بالقهوه احسن طعم في البيض كله، اللي هو اداك اختلاف. دي البيضه بعد ما طلعناها من الفريزر، والبيضه عباره عن تلج، فانا هاخد البيضه دي واسلقها على طول علشان خاطر اشوف هتطلع عامله ازاي. ودي البيضه بعد ما اتسلقت، البيضه طبعا اتكسرت وحالتها حاله، شكل البيضه ما اتغيرش قوي، البيضه طعمها مختلف. الفريزر غير طعم البيضه، خلى البيضه ماسكه في بعضها كده، وبتاكلها هتحس ان هي عايزه، تحس انت بتاكل البان. ودي كانت تجربتنا النهارده، فلو عندكم اي حاجه عايزين نجربها اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير.